الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات النادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله نصيحا بالتوبة إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واصبروا على إقامة فرائضه التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك من مضيعها وفي لفظ آخر وبنفس المعنى واحذروا من إضاعتها فإن في إضاعتها تعرضا لهلاك من مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب النار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعداء الذات ففرغوا لها القلوب محل نظر الرب وطهروا لها الثياب والأجساد تفوزوا بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وأكد شيخنا أحمد الخديم رضي عنه الأول الآخر والباقي القديم فرضية الصلاة ومكانتها الخطيرة جدا في الإسلام قائلا قد صح أن الصلوات ال5 فريضة حكما وقيتم لبسا بالذكر والسنة والإجماع فمن يكن منها على امتناع جهدا لها فهو كالمرتد في الحكم يستتاب جيم العد فإن يتب يترك وإن لم يتب نقتله بالسيف بضرب الرقب إلى آخر ما قال في حق هذا الرجل من حرمانه من الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه في قبور المسلمين واستقبال القبلة به وغير ذلك من حقوق أموات المسلمين وقال أيضا
واعلم بأن أفضل الطاعات صلاتنا في أول الأوقات. رضي الله عنه وجزاه عن المسلمين بشكل خاص وعن العالم كله خير جزاء. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه، المشكور فيهما بالجم من نعمائه، وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطي الباطل، سيدنا محمد وابل الخير الهاطل، وعلى آله وصحبه الذين صيروا جيد الشرك شر عاطل، الذين بذلوا للدين حقه بلا مطل معطل. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توحيده وإدامة شكره وثنائه، وصيانة ودائعه، وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوان، أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وكر في بيته وزارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري. وفي الصحيحين: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. وفي رواية: بنى الله له بيتا في الجنة. وقال شيخنا الخديم: حصونكم معا من الرجيم ثلاثة فلتفهموا منظومي: أولها المسجد، ثم الثاني دوام ذكر الله يا إخواني، ثالثها تلاوة القرآن بالطهر مع تدبر المعاني. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وأتم تقصيرنا بحفظه وهلمه، وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه، وغفر لنا ولكم، ورحمنا وإياكم، وبدل حسنات سيئاتنا وسيئاتكم، إنه هو الغفور الرحيم، والغني الكريم، والعلي العظيم، والعزيز الحكيم، والشكور الحليم، والقريب المجيب السميع العليم. وصلى وسلم على رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، والآل والصحب ذوي النهج القويم، ومن تلا ومنهم الشيخ الخديم. آمين آمين يا ذا الجلال والتكريم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا